حدثنا أبو جعفر السمناني وغير واحد قالوا حدثنا مطرف بن عبد الله المديني قال حدثنا عبد الله بن عمر العمري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعض أهل الحديث يقول لم يصح في هذا الباب شيء، وعلى فرض صحة هذا الدعاء من باب مراعاة المشاعر لا يقال هذا الدعاء أمام المبتلى فيواجهه بهذا الكلام، هذا ربما يجرح مشاعره، ولكنه يقوله في نفسه. الباب الثاني باب ما يقول إذا قام من مجلسه. هناك كلام توسع فيه الحافظ ابن حجر في النكت في صفحة 16 و700 حول هذا الحديث في باب معرفة العلل. أحسن الله إليكم.